زي النهاردة وفاة فنانة جميلة، الفنانة زينات صدقي، اللي كانت دايما بتقول تجوع البطون والنفوس شبعانة. زينات صدقي تعرضت كتير لمواقف كانت صعبة، زي ما كانش لاقي إيجار لمنزلها ومحدش حضر جنازتها. وفي يوم الفنانة زينات صدقي حلمت في المنام إنها في بيتها في مصحف من الحجم الكبير، وبالصبح على طول أول ما قامت الصبح ذهبت لشراء نفس المصحف من حي الأزهر. وكان في البيت عندها في ضيوف بدأوا إعجابهم بهذا المصحف فطلبوا منها فأعطتهم هذا المصحف في الحال، ولم يتبقى لها غير مصحف صغير تقرأ فيه، وبعد كل قراءة تكتب ورقة صغيرة فيها رسالة تكتب: يا رب اكرمني، يا رب افتحها في وشي، يا رب هاتلي شغل ارجع تاني اشتغل واسدد ديوني. وكانت من بين الرسائل دي: يا رب تكرم ولاد اختي نادير، يا رب تحن عليهم قلب صاحب البيت وتخليه يصبر في دفع الايجار المتأخر، يا رب ساعدني ووفقني واكرمني في صحتي وابعتلي شغل. ظلت الفنانة زينات صدقي 16 سنة في بيتها من غير شغل، ولم تظهر إلا في السراب. وبنت اسمها محمود عام 75 وكان أعلى أجر تتقاضيه في ذلك الفيلم، فأخذت عن عمل فيها 500 جنيه وعملت بدون أجر مجاملة للمنتج. ولولا صدقها في الفيلم خطبة ماما، الفيلم اسمه كده. ورغم الظروف الصعبة كان يأتي العيد والناس كلها تشتري لحوم لاحتفال بالعيد، وكانت زينات ليست لديها في البيت إلا بسنجال، فكانت تأكل راضية وسعيدة وما كانش عندها مال، ولكن عندها راحة بال، وما كانش عندها رأس مال، وكله كان بيهرب منها. بس هي كانت مبسوطة وممنونة جدا اللي هي عندها بتنجال وعندها راحة بال. تقول ابنة أختها بنقول لها في حوار مع الأستاذ أيمن الحكيم: كنت دايما أشوفك بتهزري وتضحكي وعمرك ما بكيتي قدامنا، مع أنني كنت عارف إنك بتبكي تدخلي أوضتك وتقفلي على نفسك وتقعدي تعيطي على حالك من غير ما حد ياخد باله. تقول ذات مرة قلت لهم: يا طنط ما تروحي نقابة الممثلين ولا مبنى التلفزيون توريهم وشك عشان يفتكروكي وشغلك. فكانت تحزن وتقول: ليه انت ترضيلي اهين نفسي في العمر ده ومكانتي؟ ده انا اسمي زينات صدقي، ده انا عملت بدمي واعصابه وعمري لا يمكن افرط فيه، انا مش ندمانة. وكانت دايما تقول: انا اعطيت الفن كل حاجة وما خدتش منه اي حاجة، الناس عارفة تليفوني وعنواني واللي عايزني يطلبني، انا عمري ما انزل اتسول وادور اقول لهم انا اهو. وذات مرة قال لها عبد السلام النابلسي: يا زينات مش معقول كلنا ارتقينا ورحنا الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة وانت لسه في عماد الدين، لازم تشوفي شقة تليق بيكي يا زينات وباسمك ومكانتك، واجيب لك منين 20 جنيه كل شهر ايجار للشقة في الزمالك، خليني في عماد الدين على قدي عيشة والسلام. وذات مرة في فيلم شارع الحب أحضرت عمود الأكل معها، وعندما مر عليها عبد الحليم حافظ فنادت عليه: اقعد يا حليم كل معايا، ده أكل مسلوق خفيف على المعدة. فقال لها: يا ماما زينات يا ريت كنت أقدر، أنا أكلت أهو وطالع من جيبي علبة الدواء. فبكت، فقبل عبد الحليم حافظ رأسها وهو يواسيها وأصرت إنها لا تأكل. زينات صدقي الإنسانة اللي توفت في يوم 2 مارس
وطبعا من المشهور والمعروف عن الفنانة زينات صدقي إن هي كانت بتعطف على الكومبارسات وعلى كومبارس تحديدا اسمه إبراهيم فوزي، وذات مرة كان على المسرح وقع على الأرض فنقلوه المستشفى ومات، فتكلفت زينات صدقي بمصروفات جنازته، وكلمت الكتير ليحضروا الجنازة، وكلمت مرات الجنازات على المقاهي تدعي كل من بهوة كله الميت ده غلبان ينوبكوا ثواب، تعالوا امشوا وراه. وبعد ذلك ذهبت للمسرح، تشجرت يعني اتخانقت مع الفنان بديع خيري وسراج منير وعباس فارس انهم تكاسلوا عن تشييع الجثمان، وقالت ليهم يعني ده لو كان يوسف وهبي ولا محمد عبد الوهاب مش كنتوا زمانكوا بتجروا على الجنازة عشان تطلعوا في الصورة؟ يمر الزمان وتموت الفنانة والإنسانة زينات صدقي ولا يمشي بجنازتها غير أهلها. رحم الله الفنانة القديرة زينات صدقي.